المغربي شارع الحسن الثاني، وهو أطول شوارع العاصمة المغربية الرباط، ومن ثم من مدخل السويقة وهو السوق التقليدي في العاصمة الرباط، بعد ذلك إلى شارع محمد الخامس حيث نقف هنا إلى رأسه، يعني كما تتابعون في عمق الصورة، مسجد السنة، وهو من المساجد التاريخية هنا في الرباط بجانب متحف محمد السادس، المتاحف أيضا كبيرة في المغرب. وبعد ذلك يعني على بعد عشرات الأمتار من القصر الملكي، حيث سيتم استقبال وفد المنتخب المغربي، بعثة منتخب المغرب، استقبالا رسميا من قبل الملك محمد السادس. سيتم توشيحهم بأوسمة ملكية هم وعائلاتهم، ورئيس البعثة الملك أبرون، وكذلك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم سيد فوزي لقجع الاتحاد، الذي يعود له الفضل الكبير في الانتقال بكرة القدم المغربية إلى مرحلة جديدة في الواقع، مرحلة سمتها الأساسية تحقيق النتائج والانتصارات الكبيرة. نذكر جهاد بأن المنتخب المغربي أو كرة القدم المغربية في عام 2022 حققت نتائج مبهرة في الواقع. إذا تحدثنا عن الأندية، الوداد هو بطل أفريقيا في الأندية، كذلك نادي نهضة بركان هو بطل كأس الاتحاد الأفريقي، أيضا لقب كأس السوبر هو لقب مغربي نهضة بركان. أيضا بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات، أيضا التأهل إلى كأس العالم للسيدات، أيضا وصفت كأس أفريقيا للسيدات عند المنتخب المغربي، أيضا منتخب الصالات كذلك بطل العرب، بطل أفريقيا، أيضا مشاركة رائعة جدا في البطولات العالمية. بالتالي هذه السنة سنة مميزة عند المغرب. قلت جهاد بأنه مئات الآلاف من المرشحين أن يحضروا هذه الاحتفال استقبال المنتخب المغربي، يعني هناك رقم يوحي بأن المستقبلين هم سيتخطون مئات الآلاف، لأنه السلطات يعني وفرت حوالي 8000 من رجال الأمن على طول 15 كيلومترا مسافة انتقال الحافلة من المطار إلى القصر الملكي. هذا يبين أن الأعداد ستكون كبيرة، وكما تتابعون معنا